في يوم طفلة خرجت من بيتها بإحساسها بالأمان المعتاد، بأحلامها البريئة الطفولية وبعيون بتشوف، ورجعت بنفسية متدمرة وجسد مشوه وبعيون مش هتقدر تشوف اللي دمر حياتها. ما كانتش حادثة ولا كانت غلطة ولا كانت لحظة تهور، دي جريمة اتخطط لها واتدبر لها واتنفذت من واحد اتجرد من كل معاني الإنسانية والرحمة، وبعد جريمته القذرة عمل أبشع حاجة ممكن تتعمل علشان الحقيقة ما تتشافش ويبعد عنه أي شبهة. القصة اللي هنحكيها دلوقتي مش عن ضحية وجاني وبس، دي عن طفولة كانت ماشية في طريقها الطبيعي وفجأة اتحط لها كمين هيعيش في روحها وذاكرتها للأبد. شيماء عندها 13 سنة، عايشة في مدينة بلبيس وسط ناسها وشوارعها في بيت بسيط وأحلامها الصغيرة اللي على قد سنها. شيماء كانت عايشة في وسط أسرة بسيطة، أسرة حاولت تحميها على قد ما تقدر، لكن اللي حصل كان أقوى من أي حماية. مش مدللة ولا بعيدة عن الواقع، بتساعد أمها وتقضيلها طلبات البيت وتعرف قيمة الجنيه قبل ما تعرف قيمة اللعبة. كانت بتحب الضحك وتفرح بأي حاجة بسيطة، ولا في يوم كانت فاكرة إنها هتبقى قضية رأي عام. يوم 16 ديسمبر 2025 أمها بعتتها مشوار قصير، طلب بسيط من محل، الطريق معروف والوقت مش متأخر، مفيش إحساس بالخطر ولا عدم الأمان، لكن في حد شاف الطفلة مش كطفلة، شافها كفرصة. شاب اسمه محمد عنده حوالي 25 سنة، من نفس المدينة وعارف الشوارع دي كويس وحافظها. راح لشيماء لكنه عاوز يساعدها، كلمة واتنين وعرض عليها طريق أسهل ومختصر. الطفلة ما جريتش ولا صرخت ولا شكت، وده علشان الشر مش دايما بيجي بوشه الحقيقي. استدرجها لأرض زراعية مهجورة، واللي حصل بعد كده أبشع من إنه يتحكي. مش محتاج تفاصيل علشان تعرف اللي حصل وتحس بالأسوأ. طفلة اتكسرت فيها كل معاني الأمان، والأبشع إن الجاني موقفش لحد هنا. الخوف دخل قلبه وتمكن منه، خاف إن شيماء تعيش وتفتكره وتشهد عليه، فقرر يعمل حاجة تخلي الجريمة من غير شاهد، وعين شيماء اللي شافته قرر إنها ما تبقاش موجودة. يحط صبع في عيني بيقول أنا أخلع لك عينك عشان ما تشوفيش، عشان لما يجي يسألوكي تشوفيش مين اللي عمل فيكي كده. شيماء اتلقت مرمية بين الغيطان في وسط سكون مرعب، جسم ضعيف والدم مغرق جسمها ووشها. المستشفى استقبلت حالة مش بس محتاجة علاج، هي محتاجة أكتر تفسير. الدكتور اللي استقبل شيماء كان واقف قدام كارثة إنسانية، والأم اتشل صوتها أول ما عينيها وقت على بنتها. تقرير الطب الشرعي ما كانتش ورقة عادية، كانت شهادة قوية ومهمة على اللي حصل لجسم لسه ما كملش طفولته. التقرير قال إن الطفلة وصلت وهي في حالة انهيار جسدي كامل، إصابات متعددة، كدمات واضحة وآثار اعتداء. أكدت إن اللي حصل ما كانش لحظة، كانت جريمة متكاملة الأركان. التقرير كمان أكد إن الإصابات مش عرضية، مش نتيجة وقعة مثلا ولا مقاومة بسيطة، دي إصابات ناتجة عن عنف متعمد وعن محاولة لطمس الشهادة. يعني مش بس اعتداء جسدي، لكن كمان نية إن الطفلة ما تبقاش شاهدة. اتخذ عينة من الحمض النووي من جسم الطفلة ومن آثار موجودة على عينيها. العينة دي ما كانتش مجرد إجراء روتيني، كانت أول خيط في القضية، ولما النتائج طلعت ما سابتش مجال للشك. الحمض النووي تطابق كامل مع المتهم، يعني مش مجرد اشتباه ولا بس رواية من الطفلة ومجرد كلام، ده دليل علمي وقاطع بيقول إن الشخص ده هو اللي اعتدى وهو اللي حاول يمحي الشاهد. الطب الشرعي ما شافش تفاصيله بس، شاف حقيقة وكتبها في ورقة وتقدمت للمحكمة كأقوى شاهد بعد الطفلة نفسها. القضية ما وقفتش عند باب المحكمة وبس، الناس كلها دخلت على الخط، مش بس أهل بلبيس ولا الشرقية، مصر كلها كانت بتسأل سؤال واحد: إزاي نوقف الجرائم دي؟ الغضب ما كانش غضب كلام، كان غضب ممزوج بقلق وخوف، خوف على البنات، خوف على الأطفال عموما، خوف إن جريمة الاغتصاب تبقى جريمة عادية زيها زي السرقة والنصب. ومع الغضب طلع مطلب واحد وبصوت عالي:
الإعدام مش انتقامه بس ولا تشفي، لكن باعتباره إنه العقاب الوحيد اللي ممكن يوقف النوع ده من الجرائم. ناس كتير قالت اللي يوصل لمرحلة إنه يدمر طفلة بالشكل ده وعلشان يعرف يهرب يمحي عينيها بالبشاعة دي علشان ما تشهدش عليه، يبقى ما ينفعش يرجع يعيش وسط المجتمع تاني، وما ينفعش الرحمة تتحط في كفة وطفلة مكسورة ومتدمرة في الكفة التانية. الردع والعدالة الحقيقية مش في السجن، لكن في الرسالة اللي لازم توصل لكل مجرم إن جريمة الاغتصاب نهايتها مش قابلة للتفاوض. النيابة ما اكتفتش بالتحقيق، طلبت أقصى عقوبة وهي الإعدام. المحكمة ما أخدتش وقت، أحالت أوراق المتهم للمفتي، يعني الجريمة وصلت لأقصى نهاية. الطفلة شيماء لسه موجودة بينا، بس حياتها اتقسمت نصين، نص قبل الكارثة ونص بعدها. ما بقتش تشوف زي أي بنت، ما بقتش تحلم زي أي طفلة، وما بقتش تشوف الدنيا زي زمان. اللي حصل خلى كل يوم ليها اختبار جديد، اختبار للبقاء واحتواء الذات والصبر. المجتمع كله حاليا بيسأل بصوت عالي، هل العدالة قادرة ترجع اللي اتسرق، ولا بس هتطفي الغضب المؤقت؟ لأننا للأسف بننسى بسرعة، بس شيماء هتفضل فاكرة وشاهدة حتى لو محدش افتكر. الجريمة دي بتفكرنا إن تربية الأولاد مش أكل ولبس وبس، التربية الحقيقية إننا نعلمهم إزاي يكونوا بني آدمين يحسوا بغيرهم، وإن جسم غيرهم مش حق ليهم، وإن القوة مش في السيطرة، القوة في الرحمة. علموا ولادكم الحلال والحرام والخوف من ربنا، يفهموا يعني إيه حدود، ويتحاسبوا على الغلط من بدري أول بأول، علشان لما يكبروا ما يبقوش مجرمين ويدمروا غيرهم ويدمروا نفسهم. الأنزح كافر، هو كافر، ما يحسش بحد، ما حسش عايشين ازاي، ما حسش ان هو عمل فيها كده ليه، مش معنى انا ازاي يعني هرجع زي ما كنت، هل هخف، ماما هتعمل ايه، فخفت. حكمت المحكمة بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم محمد تامر سعيد حسن إلى مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام وعدالة جاسد يوم 7/2/2006 لإيداع التقرير مع استمرار حبس المتهم زيد الجاسد. يا رب يا ست الناس، ربنا يخليك، ربنا يخليك على حكمك دول وراضتني يا رب، ربنا يلعنك. كنت متوقعه القرار ده؟ ما كنتش متوقعه والله، ما كنت متوقعه. انا كل اللي متوقعه شيماء رجع النهارده ابوها عايز، النهارده ابو شيماء عايز، ما ماتش، حق شيماء جه. انا بشكركم. قولي رسالة لقضاء مصر النهارده، تقولي ايه النهارده؟ اقول لربنا كلمه واحده بس، ثانيه واحده بس كده.